السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد من قناة كلام مش هيخلص وصفحتي على فيسبوك غاوي إديتور غاوي تعديل. النهاردة هنحل مع بعضينا مشكلة عدم تشغيل ويندوز ساند بوكس. معلش أنا اتأخرت كتير في الفيديو ده لأني كنت عاوز أعمله بصوتي، لأني كان فيه حاجات كتير لازم أوضحها، بس للأسف المايك مش شغال. بس ركز معايا في الفيديو ده وإن شاء الله. لكن قبل ما نبدأ شرح أرجو منكم الدعاء إلى صديق الراحل الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. أول حاجة هتروح إلى لوحة التحكم ثم البرامج والمميزات، ثم على اليمين هتلاقي عندك خيار اسمه تشغيل مميزات الويندوز أو إيقاف تشغيلها. الضغط عليها هيفتح معاك القائمة دي. هتنزل إلى الأسفل، هتدور على خيار اسمه ويندوز ساند بوكس لو الكمبيوتر عندك باللغة الإنجليزية. أما أنا عندي الكمبيوتر باللغة العربية فبالتالي هيبقى اسمه بيئة الاختيار المعزولة في ويندوز. شايف الخيار ده مش متفعل خالص زي باقي الاختيارات، وكل ما اضغط عليه كأني بضغط على صورة. طيب في مشكلة؟ بص يا سيدي، هتفتح عندك مدير المهام. من شريط المهام كليك يمين ثم مدير المهام، أو من الكيبورد الضغط على كنترول شيفت اند مع بعض. تفتح معاك القائمة دي، هتختار الأداء، وفي الأسفل هتلاقي عندك خيار اسمه الظاهرية، قدامه كده مكتوب معطل. هتقفل كل ده وهتعمل إعادة تشغيل الكمبيوتر، وقبل ما يعمل إقلاع هتدوس على F10. والاختيار ده بيختلف من بوردة للتانية، يعني ممكن تلاقي بوردة بتدخل من F12 أو F11 على حسب. بعد ما تدخل على البايوس BIOS هيفتح معاك شاشة زرقاء بالشكل ده. هتروح إلى Security، أنا بتحرك هنا من الكيبورد. هتنزل لتحت من الأسهم الكيبورد، عندي خيار اسمه System Security، ثم الضغط على مفتاح Enter. هتفتح معاك القائمة دي. ما تخافش، ما تتخضش، ما تتلخبطش، وكون حذر. كل حاجة انت بتعملها هنا، واسمع الفيديو بدل مرة قبل ما تعمل أي حاجة. اكتب ورايا الخطوات أو اتفرج من خلال الموبايل وانت بتعمل الخطوات. وخلي بالك لو النور قطع في الحتة دي أنا مش مسؤول. يعني ده آخر كلام عندك؟ ومفيش غيره. اطمن على كارت شاشة إعداد الكهرباء، واختار ميعاد مناسب النور يكون شغال فيه مش بيقطع. اللهم بلغت اللهم فاشهد. هتنزل عندك تاني اختيار ده اللي اسمه Virtualization Technology VTX. هتلاقي قدام كلمة Disabled، يعني مش متفعل. انت هتخليها Enabled من الأسهم الكيبورد، سهم شمال أو يمين. بعد ما تخليها على Enabled هتدوس على F10، بعدين هتطلع عند أول كلمة وهتدوس سهم شمال، وهتروح عند أول اختيار اسمه File، وهتنزل عندك خيار اسمه Save Changes and Exit. هنا بيقول لك Save Changes and Exit. Are you sure you want to save changes and exit؟ طيب ترجمة الكلام ده إيه؟ بيقول لك يا عم حفظ التغييرات والخروج. هل أنت متأكد من أنك تريد حفظ التغييرات والخروج؟ يعني بكل بساطة أنت موافق على التعديلات اللي أنت عملتها دلوقتي. ثم الضغط على كلمة Yes عشان تأكد العملية. أول ما تدوس على Enter الكمبيوتر هيعمل إعادة تشغيل كذا مرة، وهيعد أرقام كتير، وهيجيب لك كلام إنجليزي، وهيطول. ما تخافش، ده كله عادي. انت هتسيبه خالص وانت قاعد كده. عاوزك كده تقول يا رب النور ما يقطعش، يا رب النور ما يقطعش. انا هخاف من ايه؟ لان لو النور قطع في الحتة دي ربنا معاك، ممكن الكمبيوتر يجيب وردة لا قدر الله. بعد ما خلص والحمد لله فتح والنور ما قطعش الحمد لله، هتروح هتعمل نفس الخطوات. لوحة التحكم، ثم البرامج والمميزات، ثم تشغيل مميزات الويندوز أو إيقاف تشغيلها. هيفتح معاك القائمة دي. هتنزل إلى الأسفل، هتدور على خيار ويندوز ساند بوكس. زي ما انت شايف الاختيار اتفعل الحمد لله. بعد ما تدوس على علامة صح هتدوس موافق، وطبعا لازم تكون متصل بالنت عشان يتم تحميل الميزة من خلال النت. بعد ما يخلص هيكتب لك اكتمل. لازم تعمل إعادة تشغيل الكمبيوتر مرة أخرى. بعد إعادة تشغيل لو رحت البحث الويندوز وكتبت فيه ويندوز ساند بوكس هيفتح معاك عادي خالص، بس أول مرة ممكن يأخر شوية، إنما بعد كده هيكون الموضوع سهل جدا جدا جدا.
ملحوظة، هو بياخد من مساحة السي 70 أو 80 جيجا بايت طول ما أنت بتشغل، زي ما أنت شايف فتح معايا عادي خالص. وهنا ممكن تجرب أي حاجة أنت عاوزها بدون التأثير على ملفاتك الشخصية، يعني ده ملوش دعوة بالنظام الأساسي. أنت أكيد عارف المعلومة دي، بس حبيت أأكد عليك فيها. ملفاتك مش بتظهر علينا خالص، يعني اعمل أي حاجة أنت عاوزها، وده اللي أنا بجرب عليه أي برامج قبل ما استخدمها عشان أتفادى حتة فيروس انفيديا. وكمان لو حابب أدخل على مواقع مش موثوقة، العب هنا براحتك. لما تعوز تاخد حاجة من النظام الأساسي هتاخدها نسخة عادي ثم لصق عادي. كان معكم أخوكم أحمد الغاوي.